أهلا بيكم في حكايات مصرية. طبعا القصة المرة دي هي قصص كلها حقيقية حقيقة وأشخاص حقيقيين، بس يا رب ما حدش يصادفه إنه يشوف قصة من القصص دي يكون يعرف يوم يزعل مني. أنا ما بحبش حد يزعل مني. القصة المرة دي قصة عايدة. عايدة دي كانت فنانة ممثلة وكانت بتحب فؤاد. فؤاد ده كان طبال في فرق كبيرة قوي، والطبال كان بيطبل زي أغاني معروفة جدا، وكان طبال معروف قوي قوي قوي. فؤاد عاش مع عايدة، عاشوا سوا. هو مش جواز عرفي ولا حاجة، عاشوا مع بعضهم في بيت واحد، ياكلوا ويشربوا ويعيشوا عادي أكنهم متجوزين. وكانت بتحبه قوي وهو كان بيحبها. هي مش عايزة منه حاجة وهو مش عايز منها حاجة أكتر من إنهم يعيشوا حياة سعيدة. بس طبعا الزمن بيمر وعايدة بتكبر والجمال ما بيدومش. اللي كانت جميلة النهاردة بعد ما تكبر شوية الجمال بيخفت حبة بحبة. الجمال ده عامل زي القنديل والشمعة اللي بتنور وبتطفي بعد فترة. فضلت عايدة تحب فؤاد، فؤاد يحب عايدة، وعايشين مع بعضهم لغاية لما فؤاد وصل 50 سنة وهي كانت سنها قريب منه سنة سنتين. المهم هي عمرها ما قالت له اتجوزني، ولا هو عمره عرض عليها الجواز. كانوا مكتفيين بحياتهم اللي هي ماشية، بياكلوا وبيشربوا وعايشين ونايمين وقايمين ومكتفيين بسعادتهم كده. بدأ فؤاد يحس بإن السجادة اتسحبت من تحت رجليه. سنه ده عدى 50. يا نهار اسود، الدنيا من عدت كده؟ معقولة أنا وصلت 50 سنة وبعدين ما عنديش عيل ولا عندي حاجة، وعايدة دي خلاص مش هتخلف، دي كبرت. لا، بقولك إيه يا عايدة، أنا علاقتنا دي لازم يتحط لها وقفة. قلت له في إيه يا جلال، في إيه يا فؤاد؟ قال لها أنا عشت حياتي كلها وكونت فلوس قد كده وسافرت ورحت وجيت، كل ده هيبقى لمين؟ أنا عايز أتجوز واحدة وأخلف منها. قلت له ما أنا كنت قدامك وأنا كنت قلت لك لأ. قال لها وأنت هتخلفي دلوقتي وأنت عندك 49 سنة؟ أنت داخلة في 50 سنة. قلت له بعدين عايز إيه يا فؤاد؟ لا، عايز أتجوز وعلاقتنا هتبقى خلينا اخوات. انا هصرف عليكي وفي شقتك هتبقى قاعده وعمري ما هاجي جنبك، كل حاجتك مجابه، لكن انا هتجوز. قلت له ماله، خليني على ذمتك واتجوزني انا كمان واتجوز. قال لا لا، مش هخليكي، مش هتجوزك، انا هتجوز وهسيبك. تسيبني ازاي يا فؤاد؟ ده انا بحبك، انا بحبك يا فؤاد، وحرام عليك، بعد ما عشنا مع بعضنا اكتر من 20 سنة جاي تسيبني دلوقتي؟ قال لا، ما انا مش هسيبك، انا هتجوز وهخلف عيال. المهم عايدة استسلمت الامر الواقع واتجوز فؤاد بنت فلاحة وبنت فلاحين. هو رجع لاصله بقى. هو ابوه كان بتاع احذية، بتاع مصانع احذية، وكانوا عايشين في مستوى معين كويس، يعني عايشين عيشة راغدة. اتجوز واحدة فلاحة وجاب لها شقة وعاشت فيها، بقت تيجي عايدة تزورهم لكنها صديقة. طبعا مراته كانت عارفة ان هو فنان وليه اصحاب كتير وكده، فكانت مستسلمة للوضع الحالي، ان عايدة بتيجي تزورهم وتقعد معاهم شوية، تتغدى مرة تاكل مرة. المهم خلف فؤاد، خلف بنتين وولد.
بقى عنده 3 ولاد، سنه وصل قرب على 60 خلاص، هو كبر. وعايدة الأخرى دخلت على 60 وبتيجي لهم على طول، وبتحب ولاده قوي، بتموت فيهم، حاسة إن هم ولادها. المهم كبروا الولاد وبدأوا يبقوا 10 سنين و11 سنة و12 سنة 15، بدأوا يبقوا شباب. وفي لحظة مات فؤاد، وعايدة بقت تعيط عياط جامد قوي. ده فؤاد ده حب عمري كله، انا ما حبيتش حد غيره. وبدأت تحب ولاده اكنهم ولادها، ومراته بقت حاسة انها بتحب ولادها فعلا، وان هي صديقة فعلا. هي بدأت تصادق مراته الاخرى على اساس ان هي ملهاش حد يا عيني. وقالت لها بصي، مرات فؤاد كان اسمها فاطمة، قالت لها بصي يا فاطمة، انا بالنسبة لي انا ما عنديش اهل وما عنديش عيال، ولادك هم ولادي، وانا ماليش حد في حياتي صديق غير فؤاد. انا ما اعرفش حد غيره، انا كل اللي بملكه هكتبه لاولاد فؤاد. انا ماليش حاجه في الدنيا غيركم. بداوا يبقوا اصحاب قوي 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 واصدقاء جدا، وبدات الولاد يروحوا لها مسمينها ماما عايده. ماما عايده. وبدات عايده تعيش على ايه؟ على انقاض حياه فؤاد اللي هو توفى. وبدات مراته تستسلم لكده، لان شايفه منها اخلاص جامد قوي، شايفه منها تضحيه، شايفه منها حاجات كتير. قالت انا هرفضها ليه؟ عملت لي ايه؟ ما عملتليش حاجه. وعاشت عايده على بقايا فؤاد حبيبها وعلى ولاده اللي هم بيسموها ماما عايده. ودي كانت قصه عايده اللي عاشت مع فؤاد حياتها كلها، وكرست حياتها لفؤاد ولولاد فؤاد.